هلا وهلا. قررنا نطلع سفرة وأخيرا. أول شي راح أحضر الكبة. بالبيت راح أسويها، وهناك يعني بالسفرة راح أطبخها بالنار. راح أجيب بصل، راح أسوي كمية كلش كبيرة. تقريبا كيلوين بصل. راح أثرمه بثرم ناعم طبعا بالمثرمة، ما أثرم بيدي. وأنا ما أخليه بالجدر وشوي يذبل المي مالته تقريبا يخلص، أضيف إلى الزيت وأبقى أقلب إلى أن يذبل. هاي بقي البصلاية صغيرونة، ما أعرف ليش ما انثرمت. بعدها راح أضيف اللحم، ويكون اللحم حسب الكمية اللي انتو تسووه. أنا سويت كيلوين، كيلوين ونص تقريبا. البهارات أني بس أخلي كبابة، وأحب كلش تكون جديدة، يعني أنا أطحنها بإيدي، ما أحب المطحون وأجيبها. وشوية فلفل أسود وملح. طبعا أنا قبل لا أسوي هاي اللحم أحضر الجريش وأحضر المواد كلها، لازم أتأكد إنه عندي كاملة، بعدين نبدأ بيها. الصراحة من تبقى ما بعرف شي طعمها يصير ما حلو ما طيبة. شوفوا، راح نستمر بالتقليب إلى أن يصير بهذا الشكل. هي المي مال اللحم ينزل بدون إضافة أي ماي. هسه راح نضيف فلفل أسود وكبابة. الصراحة لا تستخدمون البهارات مال الكبة أو هاي اللي بتجي بالكيس ما طيبة تطلع. وملح أكيد لازم. وهسه نجي للعجينة مال الكبة. أول شي راح نجيب نوع جيد من الجريش. أنا راح أسوي تقريبا 4. الواحد بيه 700 جرام، وأكو 400 جرام، وأكو كيلو، وأكو حتى كيس كبير بيه 5 كيلوات، يعني حسب الرغبة. أنا راح أسوي 4 أكياس من 750 جرام. طريقتها كلش سهلة. أول شي لا تخلوا له بهارات رجاء يعني. بس ملح. الملح أهم شي. والكل ظرف أو الكل كيلو أو الكل كيس ملعقة واحدة من الملح. بعدين راح نخلطها كلش زين ويا الجريشة، لا تخلون باقي المكونات بدون خلط. أول شي اخلطوه حتى الملح يتجانس. بعدين راح نضيف مي. ضيفوا الكل كيس من 750 جرام كوب وربع. وكل ما تضيفون قلبوه، ايش كده نضيف نقلبها. بعدين تصير عندنا هيجي بيها مي، تحسون بعد بيها مي. لا، ايش راح نسوي؟ راح نتركها الى ان تشرب المي كلها عندكم، ويصير بعدين الجريش مثل العجين، يعني يجي من مسكر نلزمه بايدنا. راح نقدر يمسك بالايد، يصير مثل عجينة، نقدر حتى نحشيه. شوفوا ايش قد نضيف، احنا لازم نبقى مستمرين بالتقليب. واذا صار عندكم مي كلش كثير وغطيتوه، يعني احنا راح نغطيه ونتركها ترتاح تقريبا نص ساعة ساعة، بعدين ارجع قاعدة اشتغل بيها. اذا صارت عندكم كلش مي كثير بيها وصارت ماوية، ضيفوا بس جريش، لا تضيفون غير شي، وهي شوي شوي راح تتلم وياكم. والجريش هم شوي شوي تضيفوه، لانه هو بعد فترة يسحب مي، يصير قوي كثير. توازن كلش تريد هاي العجين مال كوبا. هسه راح نقعد من الصبح اكيد ونروح للمكان. واول شي سويناه هو الشاي، بعدين تريقنا. شوف المنظر يتجنن.
طبعا هاي مكان كان بأطراف دهوك. هاي الريوق مالنا، طبعا ما يخلى من التصوير. عادي كنا جايبين جبن ولبن وقشطة كريمي وكل الشغلات. وهسه بعد ما كملنا الريوق وشوية ونسنا راح نسوي كوبا. الكوبا طبعا أنا سويتها بالبيت وجمدتها وجبتها وياي حتى ما نتعب بس نتونس. فخليت الجدر على النار، وبعدين خليت شوية زيت. بعدين راح احترم السلق ثرمو أنعم، أنا تكاسلت فالثرمو أنعم يطلع أطيب بالأكل، إنهم المفروض يذبل. طبعا راح نقلبه مستمر تقليب حتى يصير يذبل يكون عندنا. بعدها راح أثرم بصلاية تتمشي يكون خشن وناعم. همين نخليها فوق السلق ونستمر بالتقليب حتى هيجي ياخذ لون السلق والبصل. هسه بعد ما شوية نقلبهم راح نضيف باذنجان نقطعه بشكل كبار مو كلش صغار يعني. وجربوا هاي الطريقة كلش طيبة تطلع بالأخير يعني. وهسه بعد راح نضيف الشجر أو القرع. هم يكون بشكل كبار يعني مو كلش صغار، يعني هذا كله راح ينمرد ويا المرق وين نسوي. هسه راح نضيف المعجون، وهم راح نستمر بالتقليب طبعا حتى ما يحترقون. طبعا هم كل شوي كانوا يسوون النار حتى ما ينطفي. شوفوا بعد التقليب المعجون ويا الباذنجان والقرع يعني يجي يتقلى كلش حلو يصير. بعدين راح نضيف الطماطة. بعدين احنا راح نضيف لها كبابة شوية، تقريبا ملعقة أكل. كمان راح أقلبها. بعدها أهم فقرة هو دبس الرمان، ويفضل أن يكون الطيب الأصلي. بعدها راح نضيف الملح وهم نقلب بيه. طبعا احنا كلهم قالوا لي شنو هاي ما راح يصير، بس بعدين كله راح يذوب هذا الشي ويذبل ويا المي ويا المرق. هنا راح نضيف مي. مي لازم يكون كثير لأن عندنا الكوبة كثيرة والجدر كبير.
فنضيف مي، وبعدها راح نتركها إلى أن تغلي. من تغلي راح نبدأ نضيف الكبة هنا شوية بعد اللقطات. طبعا ما كان كلش حلو كان. هسه راح نغطيها ونقول لها باي باي إلى أن تغلي تكمل. بعد ما راح تغلي راح نضيف الكبة، والكبة تكون على دفعات، ما يصير كل الكمية نضيفها لأن راح تنفتح وراح تتلزق. طبعا احنا بعد ما استوت راح نتركها إلى أن يعني يصير وقت الغداء. احنا من وقت سويناها حتى نخلص من عندها صراحة. كان كلش طيبة. شوية كان عندنا انفتحت لأن بقت كثير على النار، كمية كبيرة. وإحنا طبعا بعدين أكلنا، وجنبها كان اكو دولمة أكيد، ما تحلى بدون دولمة. وألف عافية. وبعدين سوينا هاي الأجواء، حلويات، حركات. باي باي.